سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يلا يا حبيبي الليلة جمعة أوجه سلامك إلى الحسين ونادي السلام على وعلى علي وعلى أولى روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء وأقل الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والرداء غريب يا مظلوم كربلاء أراك وقد غالبتك الدموع لها من مذاب حشاك انهمار كأنك ممن شجته الديار عداك الحجا إن شجتك الديار فدعها ولا تك ذا مهجة أهاجت جواها الرسوم الدثار. إذن على من أنوح على من أبكي قال وقم باكيا من بكته السماء وأظلم حزنا عليها النهار يا غداة ثواب العراضامية غداة ثواب العراء وحسن ضاميا يكفنه العثير المستثار. آخ أيا ثاويان وزعت شلوه أيا ثاويان وزعت شلوه عواد المهار عقرنا المهار بعد قال حقيقة على العين أن تستهل دما مثل ما
يستهل القطار أتبقى يا وجسمك فوق الصعيد ورأسك فوق الصعاد يدار وتبقى بلا حفرة تشق ولا نعش فيه تسار يا شيعة نصب العزاء ونوحوا علي عطشان ظامئ مشربت قطرة أمي وأحسن يلا يلا من الليلة حطوا المآتم والجبال نبدأ معساك وابكوا على تعفير خده بالترى لكم يا شيعة تحملت هذه المصائب حتى حرمه تسلبت في الغاضرية وأحسن وأحسن الليلة جمعة انت قلبك وين الليلة زار ضريح عقاب مات وانذبان ولمن شربت الماء يا شيع اذكره ترى متت عطشان ضام ما سقانا حز الشمر رازه وكبد ملتضي واحسن وويلا ومصيبته فجايع عند أبو علي نوايح عند أبو علي أي فجيعة قال ما واحد إلا انصاب من قبله فجيعة لكن مصاب ما جرى مثله شفتوا أحد ذبحه على صدره يا رضيعه شفتها أحد ذبحه يلا على صدره قدام عين تهبر بسهم المني آخ يوم الذي شفته يلوج وذا وابو حشام شلته ورحت للقاه منهم اطلب الماء
اسمع وجاه السهم من حرمله وتعفر حدا ويدا على صدري لواها وشبح لي. آخ بعد في مصيبة كسرت قلب الحسين، بعد في مصيبة فجعت قلب الحسين. تدري أي مصيبة؟ وابني علي الأكبر من الميدان جاني ينادي يا أبويا هالعطش غير الوالة وتعذرت لا راح عني ولا لفاني، لكن نظرت على الترب جثة رمي. آخ لو تنظرون يوم جبت يمي الخدود. على أي حالة جسمهم بضع بالسيوف ودمه يفو، وانا على العباس من الظهر مكسور من وقفتي فوق ضلوع من حنين. أين المنادون وحسين؟ الأمر لله ولا حول ولا قوة. جاء في زيارة عاشوراء يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. طيبوا مجالسكم ونوروا قلوبكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. وارحمنا بمحمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم يا كريم. الملاحظ إلى الزيارات التي تحدثت حول الإمام الحسين سلام الله عليه لا بد له أن يجد هذا المعنى في الزيارة، ومفاد هذا المعنى هي عظمة المصيبة وجلالة المصيبة. يعني دائما نرى في الزيارات هذا المعنى، جلت وعظمت مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها على الإسلام. المقطع الذي بدأنا به يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية
وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. من خلال هذا المقطع ينبثق تساؤل في غاية الأهمية، ومفاد هذا التساؤل: لماذا مصيبة الحسين أعظم المصائب؟ لماذا فجيعة الحسين أعظم الفواجع؟ لماذا فديحة الحسين أعظم الفوادح؟ ويستحكم التساؤل عندما يأتي أحدهم ويسأل إما سؤال المستفسر أو سؤال المستشكل. ومفاد هذا السؤال: رأينا حروب كثيرة، عندما نجي بالكم مو آلاف وإنما شنو؟ ملايين. هذا من ناحية شنو؟ الكم. من ناحية الكيف هناك جرائم شنو؟ أبشع. فلماذا تصر الزيارات ويصر أهل البيت عليهم السلام على أن مصيبة الحسين شنو؟ أعظم مصيبة. طبعا عندما نجي قبل الجواب، عندما نجي إلى المقطع الذي بدأنا به، يقول على جميع أهل شنو؟ الإسلام. يجي تساؤل يقول: مو كل أهل الإسلام يتفاعلون مع شنو؟ مع المصيبة. لماذا الزيارة تقول على جميع ماذا؟ أهل الإسلام. الإمام في الزيارة يقصد أهل الإسلام الحقيقي، يعني صاحب الضمير شنو؟ الحي، صاحب الضمير الذي يتحرك. هناك أشخاص من أهل الإسلام يتفاعلون مع قضية ماذا؟ الإمام الحسين. هناك أشخاص قسم آخر لم تصل لهم لحد الآن شنو؟ قضية الحسين. وهناك أشخاص لا، مو غافلين وإنما شنو؟ يتغافلون. مو إنسان عادي، لا، مؤرخ، تشوف كتابة في التاريخ تحط إيدك على راسك. وقضية كربلاء تفتح الفصل: وقد قتل الحسين بن علي بن أبي طالب يوم عاشوراء وهو حفيد النبي، نقطة، سكر الفصل. أهل الإسلام يعني أهل الإسلام الحقيقي الذين يكنون المودة لآل بيت محمد. نرجع إلى نفس التساؤل: لماذا مصيبته أعظم المصائب؟ هناك عدة أجوبة تجيب على هذا التساؤل. الجواب الأول: أكو عندنا أمور ظاهرية وهناك أمور باطنية. الأمر الظاهري يستطيع الإنسان أن يحكم فيه، يعني بتعبيرنا يستطيع الإنسان أن يقارن فيه. يعني مثال: بناية 10 طابق وبناية 5 طابق، يستطيع العبد الإنسان يفرق لو ما يقدر؟ يقدر. بناية 10 طابق أكبر من بناية شنو؟ 5 طابق. قطعة أرض 500 متر وقطعة أرض 200 شنو؟ متر، يقدر يقارن لو ما يقدر يقارن؟ يستطيع أن يقارن، يقول أرض 500 متر أكبر من أرض ماذا؟ 200 متر. هذه في الأمور شنو؟ الظاهرية. في الأمور الواضحة يقدر يقارن فيها الإنسان، يقدر يحدد فيها الإنسان.
لكن هناك أمور معنوية إلهية لا يستطيع الإنسان شنو؟ أن يقارن فيها. لا يستطيع الإنسان أن يحدد فيها. مثال، الرواية تقول جزاء عظيم لمن يصلي 100 ركعة، وجزاء عظيم لمن يبكي في جوف الليل خشية ممن؟ من الله. سؤال: أيهما أفضل، أن يصلي العبد 100 ركعة أو أن يبكي في جوف الليل لمدة 5 دقائق من خشية الله؟ أيهما أفضل؟ ما أقدر أحدد. لا يستطيع الإنسان أن شنو؟ أن يحدد، لأن هذا مو أمر ظاهري وإنما أمر شنو؟ باطني. مثال، القرآن الكريم يبين بأن في الجزاء والثواب ماكو مقارنة. من جاء بالحسنة، مفترض يعطونا وايش؟ حسنة واحدة. هو جايب حسنة، لكن المفترض يعطونا ماذا؟ حسنة واحدة. لكن القرآن شو يقول؟ من جاء بالحسنة فله شنو؟ هذه أمور باطنية ما يقدر الإنسان ماذا؟ أن يقارن فيها. يجي واحد يرتكب محرم عظيم، لكن يجي الشارع المقدس يقول أكو محرم لو صغير هذا المحرم جزاؤه عند الله شنو؟ عظيم. درهم وربا. درهم شنو؟ ربا. يقول النبي درهم ربا أشد من 70 زنية. أشد من 70 زنية بامرأة محصن على ظهر الكعبة. وهي شام درهم. هذه أمور معنويات احنا ما نقدر شنو؟ نتدخل فيها. منو اللي يتدخل فيها؟ محمد وآل محمد. الجواب الأول: مصيبة الحسين أعظم، لأن مصيبة الحسين مو أمر ظاهري وإنما أمر شنو؟ باطني. منو اللي يحدده؟ النص. هذا جواب أول. الجواب الثاني: عندما نجي إلى النص ويش يقول؟ ويش يبين؟ لا رواية ولا روايتين ولا 3 ولا 10 ولا 100، وإنما مئات شنو؟ الروايات الصحيحة المتواترة عن أهل بيت العصمة في مصادر العامة ومصادر الخاصة على أن أعظم مصيبة في الكون بأكمله هي مصيبة شنو؟ الحسين. احنا تكليفنا نمشي ورا شنو؟ ورا النص. نحن أهل الدليل، أينما مال نمي. إذا النص الصحيح يقول لنا بأن مصيبة الحسين أعظم المصائب، فتكليفنا أن نعتقد بشنو؟ بهذا النص. أعظم المصائب مصيبة ماذا؟ الحسين. وهذا الواقع لم نجده لأحد من الأنبياء ولا للأئمة. يعني ماكو رواية ذكرت بأن أعظم مصيبة هي مصيبة الحسن سلام الله عليه أو مصيبة علي، ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وآله. هني قد واحد يتساءل تساؤل مهم: إذا كانت مصيبته أعظم مصيبة من رسول الله،
فهل هذا يعني أنه في هذه الجنبة أفضل من رسول الله؟ احنا اعتقادنا وايش؟ أفضل الخلق ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. زين كيف نجيب على هذا التساؤل؟ شوف، لدينا أو هناك مصطلحان. عندنا مصطلح الأفضلية ولدينا مصطلح الخاصية. النبي أفضل من علي، هذا واضح، أفضلية. وعندنا شنو؟ خاصية. يعني هناك بعض الأئمة يمتازون بخصائص ما ثبتت لعلي عليه السلام وما ثبتت لرسول الله صلى الله عليه وآله. مثلا كالحسين عليه السلام، الإمامة في ذريته، والشفاء في تربته، واستجابة الدعاء تحت قبته. هذه مو أفضلية وإنما شنو؟ خصائص. من الخصائص أيضا أن مصيبة الحسين عليه السلام ماذا؟ خاصية، لكن لا يعني بأنه أفضل من شنو؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله. فالنص يقول بأن أعظم مصيبة على الكون بأكمله هي مصيبة ماذا؟ الحسين، ومصيبته لا تقارن بماذا؟ بمصيبة أحد. هذا جواب آخر. الجواب الثاني، الممارسات عند الأنبياء والأئمة. أكو عدة ممارسات من آدم إلى المصطفى صلى الله عليه وآله. لم نرى أحدا بكت عليه جميع ماذا؟ جميع الأنبياء. القرآن يقول فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. التأويل: هي الكلمات محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. يوم عرضت عليه هذه الكلمات تعبر الرواية آدم خاطب الجليل جل وعلا، قال له يا رب ما لي كلما ذكرت اسم محمد وعلي وفاطمة والحسن فرح قلبي، لكن بمجرد أن أذكر الحسين يحزن قلبي. وش العلة؟ تقول الرواية فقال له مصيبة الحسين فبكى. بكى. كل الأنبياء من آدم إلى النبي صلى الله عليه وآله شنو؟ وهذه الخاصية ما شفناها شنو؟ ما شفناها لأحد، بأن كل الأنبياء تبكي على الحسين. إذا الأنبياء تبكي عليه إذا مصيبته عادية؟ قطعا لا، وإنما مصيبته ماذا؟ عظيمة. ما قاله الأئمة عليهم السلام. الشيخ الصدوق في كتابه علل الشرائع، علل يعني أسباب، أكو واحد يسمونه عبد الله بن عمر الهاشمي. ذات يوم دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له سيدي جعلت فداك، لما صار يوم عاشوراء يوم مصيبة وهم وجزع دون اليوم الذي قبض فيه رسول الله
صلى الله عليه وآله. وماتت فيه فاطمة، وقتل فيه علي، وقتل فيه الحسن. يعني يريد يقول له شنو؟ ليش بالذات يوم عاشوراء يوم شنو؟ يوم مصيبة، مو اليوم اللي مات فيه رسول الله، مو اليوم اللي ماتت فيه فاطمة، مو اليوم اللي مات فيه الحسن. ليش بالذات يوم الحسين؟ قال له: اعلم أن مصيبة الحسين أعظم المصائب، وهو لما خلق الله أصحاب الكسى 5، فلما مضى رسول الله صلى الله عليه وآله كان علي وفاطمة والحسن والحسين عزاء وسلوة إلى الناس. ولما قبضت فاطمة سلام الله عليها صار علي والحسن والحسين عزاء وسلوة إلى الناس. ولما قبض علي عليه السلام صار الحسن والحسين عزاء وسلوة إلى الناس. ولما قتل الحسن عليه السلام صار الحسين عزاء وسلوة إلى الناس. منو باقي؟ فلما قتل الحسين عليه السلام لم يبقى عزاء وسلوة للناس أحد، فكان بقاؤه بقاؤهم جميعهم، وذهابه ذهابهم جميعهم، ولذلك صارت مصيبته أعظم مصيبة. هذا المعنى اتكلمت فيه السيدة زينب يوم شافت الحسين على الأرض. وإيش قالت؟ لا قالت: اليوم مات جدي رسول الله، اليوم ماتت أمي فاطمة، اليوم مات أبي علي، اليوم مات أخي الحسن، اليوم مات أخي الحسن. مصيبة. هذا سبب آخر. الروايات. الجواب الرابع أيضا مو بس ممارسات الأنبياء، لا، أنت عندما تقرأ في الزيارة: وبكته السماء وسكانها. السماء يعني شنو؟ الملائكة. وبكته السماء وسكانها والأرض وعمارها. في معنى آخر: وما يرى وما لا يرى. ما يرى يعني الماديات، أنا وإنت، الأنبياء، الرسل، هذه يعبرون عنهم شنو؟ موجودات. زين. وما لا يرى يعني واش؟ المجردات، الملائكة. عندنا معنى في الزيارات: وبكاه أهل الجنان. أهل الجنان. زين، الجنة ما فيها حزن، ما فيها نصاب، ما فيها تعب. وإيش هالمكانة عند الحسين حتى إن أهل الجنان شنو؟ يبكون عليه. بعد القرطبي في تفسيره يقول بأن السماء بكت، مو 40 يوم، لا، 4 أشهر كانت محمرة. يقول يعلق: واحمرارها بكاؤها. يعني هذا الاحمرار شنو؟ بكاء. سؤال: منو عندها الخاصية بأن الجمادات تبكي عليه؟
شفت واحد بأن الجمادات تبكي عليه، ما رفع حجران ولا مدار إلا ووجدوا تحته شنو؟ دما عبيط يبكي على الحسين، اللي يبين العظمة بأن جسده تمثل في جسد رسول الله. يعني هالبكاء لأن النبي على بوغاء كربلاء هو مثل النبي صلى الله عليه وآله. وبالتالي الشاعر يقول: أروحك أم روح النبوة تصعد إلى الحور والفردوس أضحت سجد، ورأسك أم رأس النبي على القنا. بآية أهل الكهف راح يردد وصدرك. أبسألكم، هذا الصدر مو ماسح عليه رسول الله؟ هذا الجسد مو واضع لنا رسول الله في حجره؟ يعني معقولة يبغى على بوغاء كربلاء؟ تقول الرواية، خلني بطلع بهالرواية، تقول الرواية كان الحسين عطشان، الحسين كان عطشان، وكان علي نائم، ادخل رسول الله صلى الله عليه وآله، شاف بديك الحالة فاستسقاه رسول الله. أبسألك، هذا اللي يستسقيه رسول الله تدري وش صار في يوم عاشور؟ صار بينه وبين السماء كالدخان من العطش. يقول: وصدرك أم مستودع العلم والحجى لتحطيمه جيش من الجهل يعمد. يقول: وأي شهيد داست الخيل صدره. احنا ويش نسوي حتى نرضي الحسين؟ بسألكم، ويش نقدم حتى نرضي الحسين؟ لو ويش ما نقدم ما نقدر نوصل إلى رضا الحسين. لكن اللي نقدر نسويه اللي قال الشيخ حسن الدمستاني: فمن الواجب عينا لبس سربال الأسى، واتخاذ النوح وردا كل صبح، واشتعال القلب أحزانا يذيب أنفسا، يلا وقليل تتلف وحفيرز الحزن. وأحسن وإيش تقول له؟ من هي الليلة نبدي وياه نقول له: تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكن لما عيني لأجلك باك تبتل منكم كربلاء بدم، ولا تبتل من بالدموع جارية، بس ما يهل هلال محرم علينا نلبس الأسود للعزا ونخلع الزي،
من يوم حادي تبتدي عدنا الفجر، نبكي على اللي بذبحته أحيا الشرع، وروض ما الإسلام من حرضه، والكل يواسب دمعة الزهرة الحزين. واحسن وبيوم ثاني حسين يرحل عن الأوطان، يودع الزهرة والحسن والنبي العدنان، نيران قلبه تشتعل يا خلقنا، يترك محمد والعليلة في المدينة. واحسن وثالث وبيوم ثالث ينقطع حجه المبرار، يطلع بيوم التروية هايم بالبرو، يلا عليك ويصيح حج يا خلايق يوم قربان حج منحر لا ينحرون. واحسن وويلا ومصيبتا بعد ورابع محرم، خبر مسلم يوصل حسين يحضن حميدة وتسأل وين الأبو، وين ما يرد عليها جواب إلا دمعة العين. مسلم بسوق الغنم جسمه يسحبون، آخ وخامس أبو السجاد يتحير حصانه، خامس أبو السجاد يتحير حصانه، يلتفت لأصحابه ويسأل عن مكانه، يقولوا له الطفوف ونزل أضعانه، يفصل إليهم مصرع أخوانه وبنينه. وين وصلنا؟ وصلنا للشيخ، شيخ الأنصار، هذا بواب الحسين، الله يوديك للحسين وتسلم عليه. سادس محرم به يوصل شيخ الأنصار، تطلع بني هاشم إليه صغار وكبار، يوصل بهيبة وحفاوة لبول أحرار، يسلم على المظلوم ويقبل جبين. ها عمي، ها حبيبي، وين وصلنا؟ إلى باب الحوايج، إلى قطيع الكفين. يلا وياي. سابع محرم حق شديد العزم والبأ، سابع محرم حق شديد العزم والبأ، حامل الراية صاحب الصلاة،
نبكي على جفوف القطع وفضخة ونبكي على السهم اللي طفى نور عين وعباسا. العريس على العريس، عريس عدنا ثامن محرم بكل عام، كنا بكثير نشيل جلوة عرس جسام، ونزفه ويا حسين والحارة وليتام ساعة ويجيب عمره سفاض خينه. وشبيه النبي تاسع محرم حق شبيه النبي الهادي، نبكي عليه مفروض ما بين الأعادي، ونبكي عليه هم بضع بضرب الهنايدة، ونذكر بطول شلون متمدد ولين وعليا. بعد باقي واحد صرخ على من الليلة، نوح على من الليلة، عاشر محرم ما جرى مثله ولا صار، عاشر محرم ما جرى مثله ولا يفصلون راس حسين. وليلة 11 بالظل وحيدة، بالظل مستوحشة، وليلة 11 موحشة بولية الظلام، الظلام فيها حريم تضيع وفيها ماتت ايتام، ومن الصبح زينب ضعنها يروح. ايه نعوة صحتم والله يوفقكم، والله عطاكم هالوجاهة وصحتون على الحسين، لكن بعد وحدة وياكم الليلة نوح، ليلة حادي لازم نذكرها نعظم لها الأجر. إذا انكشف لك البصر سترى امرأة مجلببة بالسوار، على أي حال معصبة راسها بعصابة، بعد لها مواصفات قالوا ايه يدان على عينها ويدان على ضلعها، وتون وتنوح تنعي توقف على المحب، يلا نعي وياها من واحد الواحد، ماجور بوسط الماء تمدّ بلبسه السواد مبرقعه،
والجمع من ثار وتصيح يا شيعة يا علي نحلني شهار نستنا يا ضلوع وجنين ذبحة حسين وحسين. وايش عندك فاطمة جاية من الوالد والقلب لهفان ودور عزبني وين ما كان ابن ذبيح ماله أجفان ولعبت عليه الخيل. بعد وين بتروح؟ شن بهالليلة 11 تطالع زينب تتلفز زينب يمين وشمال ما عندها أحد لا والي ولا أخو ولا سند. شن بها تنادي عليها تقول مو بعيدة مو بعيدة مو بعيدة أن يمك يا زينب مو بعيدة أني 3 أيام ساكنة البيت أنا شفت حسين من حزة ورده. آخ على مصيبة كربلاء قلبي وهلها على مصيبة كربلاء قلبي وهلها وحقلي لسكب دموعي وهلها على اللي بكربلاء ضاعت وهلها خلاها بيسر في الغاضر كيفما تحزن في شهر به أصبحت فاطمة الزهراء ثكلاها كيفما تحزن في شهر به رأس خير الخلق في رمح يعلى. يا الله أسألك اللهم ندعوك ونقسم عليك بأحب خلقك إليك محمد وآل محمد اشف مرضانا بشفائك داوهم بدوائك خلصهم من بلائك يا الله فك الأسرى رد الغرباء أرجع المسافرين سالمين غانمين إلى ديارهم يا رب العالمين جماعة الحاضرين والمؤسسين والباذلين احفظهم في أنفسهم فردا فردا لا سيما من ماتوا على الإيمان ومن العلماء والشهداء وخدمة الحسين نهدي لهم ثواب سورة المحترمة الفاتحة معها صلوات.